او مرحبا، تحيه اندوشينيه، مخوكم يزملا اندوشيني زما برباش. في هذا الفيديو ان شاء الله نعاود لكم القصه ديال ازم مع انجليزيه، قصه مغربي مع انجليزيه. كي درت تعرفت على الصديقه الانجليزيه ديالي، والقصه من البدايه حتى للنهايه، علاش السبب تفارقنا وكي درنا تلاقينا وكي دايره التجربه ولا علاقه مع انجليزيه من ثقافه مختلفه، ديانه مختلفه، بيئه مختلفه. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم القصه ديال ازم مع انجليزيه. حاليا راني كنتواجد في شاطئ هاستينغز، راني في الجنوب ديال انجلترا، بالضبط في هاستينغز. هذه مدينه ساحليه شعبيه، دائما كنجي لهذه المره الثالثه كنرجع لها. فيها الحوت، المهم داكشي شعبيه سلام. صافي كنجي كنحط المنزل المتنقل ديالي هنا في هذا الباركينغ، وها البحر داكشي يا سلام. المهم ندخلوا للموضوع ديالنا المعقول. المهم اسيدي في 2024 نوفمبر كنت خدام في واحد الريستورون في ليدز. هي كنت عايش في ليدز في الشمال في يوركشير. كنت عايش في الشمال، كنت كنقرا في الجامعه، وكنت في نفس الوقت كنت كنخدم، كنت سرباي، كنت ويتر، وكنت كنخدم في واحد الريستورون، هي ريستورون وفارم او ميم طون في ليدز. كنت كندير الهوسبيتاليتي، كنت سرباي. صافي كنت كنخدم في داك الريستورون، وتا داك الانجليزيه كانت السميه ديالها كانت سميتها ايف، السميه داك الانجليزيه. كنا خدامين في نفس الريستورون. هي كانت كتصوب القهوه، كانت بارتندر، كانت كتصوب القهوه، كاع المشروبات كانت مكلفه بهم هي. انا كنت سرباي، كنت ويتر، كناخذ الاوردرز، كنمشي عند الناس، كنطلب شنو بغيتو تاكلوا، شنو بغيتو تشربوا، كنهضر معاهم. المهم تما فين تعرفت انا وياها. انا الزملان دوشين كنت مركز على الخدمه ديالي، ما نكذبش عليكم. كنت صافي كنسالي القرايه ديالي، كنمشي للخدمه، كنكون خدام كنكون مركز في الخدمه ديالي، كونسونطري مع الكليان، الناس اللي بغاو شي حاجه كنضحك معاهم. دونك ما كنتش كنشوف هنا وهنا. خدنا ايف الانجليزيه، بحال ارتحت ليا وارتحت للطاقه ديالي، ارتحت للشخصيه ديالي. صافي كنت انا كنحس بها، كانت كتبغي تهضر معايا، تجبد معايا الهضره، تقرب لي شي شويه من هنا. صافي انا راك عارف، كنت كنهضر كنا فريق كامل، كلشي كنتعامل معاه مزيان، كنضحك للناس، فهمتي. ما صافي واحد النهار كانوا جاو عندي ناس خدامين معايا، كنا في نفس الفريق، جاو قالوا لي باللي راه ايف قالت لنا راها معجبه بيك وكتعجبها وبغات تتعرف عليك اكثر. انا قلت لهم جاتني ما عرفتش، قلت لهم انا الا بغات شي حاجه تجي تقصدني نيشان، مرحبا والف مرحبا، ما كاينش مشكل. فهمتي علاش مشيت. صافي المهم هكا بدات القصه. صافي بدينا خدامين تما، تعرفنا على بعضياتنا. تما كانت البدايه ديال القصه. تعرفنا في ذاك الريستورون، في ذاك الفارم، وموراها بدات القصه. هي كانت كبيره عليا. كنت انا ديك الساعه كنت 21 سنه، وهي كانت شي 23 بحال هكا. صافي وهي الاصل ديالها من ليدز، وبالضبط من اوتلي، واحد البلاصه في نواحي ليدز. لا ماشي اوتلي، غايسلي، بلاصه بعيده على ليدز سميتها غايزلي. المهم صافي تعرفنا على بعضياتنا، مشينا خرجنا. انا ديك الساعه كانت كانت اول تجربه ليا مع انجليزيه. عمري كانت عندي شي صديقه انجليزيه. دونك كنت كنقول علاش لا نجرب علاقه مع فتاة من ثقافه مختلفه، من جنسيه مختلفه، ديانه مختلفه، من بيئه مختلفه. قلت علاش لا. صافي تعرفنا على بعضياتنا، وتا هي كانت متحمسه، تا هي عجباتها الشخصيه ديالي وعجباتها الثقافه منين جاي وبلادي فهمتي. تا انا كنمشي راه كنبين صوره زوينه على المغرب وعلى الثقافه المغربيه وعلى الاصول والقيم ديالنا. صافي تعرفنا على بعضياتنا، خرجنا. مهم وهي الحوايج اللي عجبوني فيها، هي دخلتني للدار ديالها وعرفتني على والديها، على الاب والام ديالها، عرفتني على الجده والجد ديالها، على العائله كامله.
دونك هي معقوله، دخلات معقوله. انا عجبني الحال، حيتاش باش الانسانه تدخلك وتعرفك على والديها وتجلس وتعشى وتاكل معاهم في نفس الطبله ويهضروا معاك ويرحبوا بك وتبات معاهم في نفس الدار، هذا راه المعقول نيشان. دونك وبالضبط في الكريسماس في شهر 12 كيكون المسيحيين كيحتفلوا بواحد الحاجه سميتها الكريسماس، العيد ديالهم سميتو كريسماس. بحال حنا عندنا عيد الكبير عيد الاضحى، هما عندهم عيد ديالهم الكريسماس كيكون في شهر 12. قالت لي والو عمر غنعرض عليك الزمادي تجي دوز معايا داك الحفل في الدار ديالهم، وباش تعرض عليك هادي راه حيتاش هادي راه عندهم حاجه مقدسه، راه ما كيعرضوش على داكشي، كيكون ها عائلي، ها العائله بيناتهم. انا قلت علاش لا، عمري زعما راك عارف انا زعما الثقافه منين جايه والبيئه جاي قلت علاش لا ما نجربش نمشي نشوف ناس من ثقافه مختلفه كيدوزوا داك العيد ديالهم، شنو كياكلوا، شنو كيشربوا، كيدوز داك الشيء. كان عندي داك الفضول نعرف. وهي قالت لي مرحبات بيا، قالت لي اجي. قلت لها صافي، انا هادي نشوف الا ما كنتش خدام في داك لا بيريود ديال الكريسماس، حيتاش كتكون شي يومين، كتكون الكريسماس ايف والكريسماس داي، كيكون يومين عندهم العيد. صافي قلت لها الا ما كنتش خدام في داك اليومين غادي نحاول نجي. صافي مشيت دوزت مع داك الكتاب ومشيت دوزت مع داك الكريسماس. مشيت عندها للدار، دخلتني للدار ديالها، رحبت بيا، والديها عاملوني معامله كنقول لك ملكيه، اقسم بالله الا رحبوا بيا ونشطوا وفرحوا وكيهضروا معايا وكيجمعوا، كلينا شربنا. المهم داك الشيء الثقافه ديالهم مختلفه. شنو كيديروا؟ كيمشيو للتشيرش، كيمشيو للكنيسه في النهار ديال العيد، كيمشيو كيديروا الصلاه ديالهم تما. انا مشيت معاها للكنيسه، كنشوف، انا واقف في اللور وكنشوف، نقول شوف هادشي عاوتاني ديالهم كي داير. عاوتاني انا ماشي متشدد، انا ما نكذبش عليك، انا نمشي عندي داك الفضول نشوف ونسول من هنا لهنا. صافي موراها كيرجعوا للدار ديالهم، كيوجدوا الماكله، كيوجدوا واحد العشاء كتسمى كريسماس دينر، كيكون فيه المهم هاد الانجليش كريسماس دينر كيكون فيه الخضره، كيكون فيه الحلوف. انا الصراحه في داك العشاء ما كليت داك الكاروت ديالهم وداك الشيء، الحلوف انا ما اوهو. وكيشربوا حتى الشراب حتى هما، راه عادي عندهم داك الشيء، العائله ديالهم والناس فهمتي الكريستيان راه عندهم داك الشيء عادي بحال اتايدنا. وصافي وجبت لهم هدايا. دابا داك البلان في الكريسماس كتجيب للعائله، كتجيب لهم هدايا، هما كيعطيوك هدايا. صافي انا جبت لهم ولد باب الله يزم جايب لهم هدايا، هما عطاوني هدايا. المهم داك الشيء انا نخلي لكم تصاور، دابا راني كنعاود ونخلي لكم تصاور في الفيديو تشوفوا اللقطات داك الشيء كي داز. صافي جبت لهم هدايا، حتى هما جابوا لي هدايا، دوزنا وقيته زوينه. ودابا داك الصديقه الانجليزيه ايف تفاهمت انا وياها. دابا هي كانت طبيبه، كانت خدامه طبيبه في شي حاجه، وتا انا كنت خدام داك الساعه. دونك كنا مفاهمين. هي كانت كدير الرياضه، انا كنت كندير الرياضه، كنت كندير عاوتاني انا كنت كندير بزاف الاوت دورز، كنت كنخرج للطبيعه بزاف كندير. هي كانت شويه، كانت مره كتمشي معايا، كدير معايا دي روندوني، كانت باغا تتعلم، باغا تخرج. صافي وتفاهمنا، دوزنا انا وياها تقريبا واحد 3 شهور مجموعين. 3 شهور اللي دوزت انا وايف، والصراحه دوزنا تجربه يا سلام. كنا مفاهمين، كنا مره كنتلاقاو، حيتاش فهمتي كنكون انا مشغول، مره هي مشغوله، ما كناش كنتلاقاو يوميا ولا كنهضروا يوميا. صافي كنا غاديين مزيان، كلشي غادي مزيان. كانت باغا تجي معايا للمغرب، كانت دائما كتسولني المغرب كي دايره الثقافه ديالكم في المغرب، المسائل ديالكم، وانا كنبارطاجي معاها وكنوريها وشنو كنعرفها على الثقافه المغربيه، على بزاف د الحوايج اللي عندنا في المغرب. كنا هوالين نمشيو، كنا هوالين نهبطوا انا ويا المغرب، ولكن وقعوا بلانات
اللي خلاو العلاقه ديالنا ما تكملش. وهادي نقول لكم هاد البلانات هادو ما خلاو العلاقه ديالنا ما تكملش. ولكني انا ما كانش عندي مشكل، انا عادي زعما هذاك لو فيت ديال تجرب داك التجربه، تكون مع انسانه من واحد كما قلت من واحد الثقافه مختلفه ومن واحد الديانه مختلفه، وترحب بك وتدخلك للدار ديالها وتعرفك على والديها وعلى الجدود ديالها ويرحبوا بك وتدوز معاهم وتاكل معاهم الطعام في نفس الطبله. هذا راه حاجه كبيره زعما كفورينرز، كمتغرب في بريطانيا ما عارف والو زعما فهمتي. انا جاتني حاجه كبيره وصافي. دوزنا انا وياها لحظات زوينه، كنا كنسافروا مجموعين، شي مره كتجي كتبات معايا في الدار كنمشي انا نبات معاها فهمتي. داكشي كان عادي. ما وكنت انا معقول، كنت انا سيريو. وهنا فين وقع المشكل، هنا فين دابا انا كنت سيريو لواحد الدرجه كبيره، هي كانت سيريو، كانت باغا المعقول. ولكني حنا راك عارف انا الثقافه منين جاي والدين ديالي والقيم ديالي، قبل ما ندير معاك شي حاجه شريفه راه خص المعقول فهمتي. هما عاوتاني في الثقافه الانجليزيه هنا يقدوا يديروا معاك بزاف د الحوايج، ولكن ما عندهم داك الشيء عادي هنا. واخا ما تكونوش متزوجين، واخا تكونوا ها اصدقاء زعما راه تقدر، ولكن انا داك الشيء ما مولفوش وماشي الثقافه ديالي. دونك عندي قيم، عندي واحد المبادئ، يا هادي تحترميهم الشريفه يا كيعاون ربي. انا راه ما غاديش تخرجي معايا وتشربي حدايا الطاسه، واخا تكون الثقافه ديالك. انا لا يشرفني اولا وفهمتي. هضرنا على داك المواضيع وبينت لها وشرحت لها وتفهمت وإلا كانت داك الانسان هادي تبذل مجهود وانا غادي نبذل مجهود، مرحبا. ما كانش كيعاون ربي. انا وشرحت لها هادشي وتفهمات هي صافي. ما قلت لي زعما ما قديناش حتى انا قلت لها صافي، قلت لها ما تحترميش داكشي ديالي الله يعاونك كيعاون ربي. اولا ماشي الانسانه تخرج معاك تشرب حداك الطاسه ولا واش فين هو الاحترام. قلت لها انا اوهو الا كنتي مولفه انت كديري داكشي مع بريطانيين سوقك هذاك. انا هادشي تبغيني كما انا داير فهمتي. كاين شي حوايج كتنازلوا عليهم كتاكسبتيو، مي شي حوايج اللي كيكونوا فوق ما هذوك ما كاينش، ما معاهمش اللعب. صافي ديك الساعه قلت لها اختي كيعاون ربي، انا راه ماشي غنضيع لك وقتك ولا تضيعي لي وقتي. الا كاين شي حاجه د المعقول مرحبا، ما كاينش كيعاون ربي صافي. ولكن اللي عجبني انا في هذا كنا دوزنا شي 3 شهور ولا 4 شهور مجموعين، اللي عجبني هي داك الثقافه ديالهم. عرفتني على الثقافه ديالهم، عرفتني على والديها، على كيديروا يدوزوا العيد ديالهم، شنو كياكلوا شنو كيشربوا، على بزاف ديال العوامل. دابا كمهاجري كتكون في بريطانيا ولا في شي ثقافه مختلفه، راك ما كتكونش كتعرف الثقافه ديالهم 100%. فهمتي. راه خصك تدخل للديور ديال الثقافه ديالهم وتتعرف على داك الشيء اون بيرسون. وهادشي اللي كاين زعما الانسان هو اللي يكون عنده داك الفضول يجرب. والحمد لله كانت دازت تجربه زوينه مع ايف، كان السميه ديالها ايف. وزعما هنا الانجليزيات الصراحه بخصوص لا جينيراسيون ديالي. انا دابا انا 22 سنه في العمر ديال الازب. هنا لا جينيراسيون الصغيره عندك من 25 لتحت صعيب شي شويه معاهم الحال. راك عارف الجينيراسيون ديال التيك توك وطلع هبط كتلقى معاهم المشكل. انا راه كنعرف مغاربه هنا صحابي واصدقاء مزوجين انجليزيات، ولكن انجليزيات معقولين ديال الجينيراسيون الكبار فهمتي. كيكونوا في شكل الجينيراسيون ديال الازم شويه تلقى معاهم المشكل. دونك ما صعيب فينا تلقى المعقول. وانا لما كانش المعقول غرس حيد عليا، ما نضيعش الوقت انا ديالي واش انا حيوان. حيت كاين هنا شي ناس كيمشيو في الهاويه صافي، كيشوفوا السيبه، كيشوفوا داك الحياه
داكشي موجود صافي كيمشي وكينغمسوا في داك الطريق. ولكني انا انا عندي قيم وعندي مبادئ وعندي برا مطلعها. الا ما تحترميش داكشي ديالي كيعاون ربي. واخا تكوني ماشي انجليزيه واخا تكوني باباك ما عرفت شنو. هذا هو الراجل خصو يكون حاط المسائل ديالو، ضابط الامور ديالو. الانسانه تحترم داكشي ديالك، ما كانش تحترمو الله يعاونك. ايوا صافي زعما كما قلت لكم هنا الانجليزيات عاوتاني الثقافه ديالهم وفين كابرين. هنا تقد تلقى شي انجليزيات في شكل، تقد تلقى شي انجليزيات في شكل المعقول، ولكن هذوك غالبا كيكونوا في لي فيلاج، كيكونوا في الكونتري سايد، في العروبيات. كتلقاهم كيحشموا، كتلقاهم درويشات كيحشموا. اما بنات المدينه هنا واو داكشي كيخلع ديالهم. عاطينا هنا الحياه الليليه والطاسه وتنعس مع هذا وتنعس مع هذا. داكشي خايب وداكشي صعيب، فهمتي. انا لا يشرفني نشوف داكشي ولا نكون مع شي انسانه من داك النوع. ولكن بنات الخير موجودين، فهمتي. ايوا قليل شويه، خصوصا هنا في الدول الغربيه بحال هكا الانجليزيات، ولا شويه عندك شويه السكوتلنديات والايرلنديات، شويه كتلقى منهم كيحشموا، خصوصا كتمشي لذاك العروبيات ديالهم لي فيلاج كتلقى. المهم هذه هي القصه ديال خوكم الزملاندوشين مع الصديقه الانجليزيه ايف. دوزنا انا وياه وقيته زوينه وما كتبش نكملوا، هذا الشيء عادي، فهمتي. انا تعلمت الدروس من داك العلاقه وتا هي تعلمت الدروس وعرفتني على الثقافه ديالها وعلى الحياه ديال البريطانيين والثقافه ديالهم، كي كيدوزوا العيد، كي كيدوزوا الكريسماس، كي شنو هما الماكلات ديالهم، شنو كيشربوا، فهمتي. حتى انا راهي كنت كندخل معاه للدار كنت كنسول وعلاش كديروا هادي وهناش وهادي وكنا كنهضروا وكنضحكوا. عاوتاني انا كنعاود لهم على الثقافه المغربيه، على المغرب كي داير شويه، عاوتاني اسئله على الدين ديالنا وعلى العيد ديالنا. المهم كيكون داك الشيء زويون بطريقه زوينه ايجابيه عفويه. والحمد لله على كل شيء. زعما اي تجربه دوزها الانسان ولا فيها خير وفيها دروس كيتعلمهم، وهذا الشيء اللي كاين. المهم حاولت في هذا الفيديو هذا نشرح لكم نعاود لكم نبارطاجي معكم القصه ديال الزملاندوشين مع الصديقه ديالو الانجليزيه. العلاقه اللي كانت سالت في كنا تعرفنا على بعضياتنا في 2024 نوفمبر تقريبا. كانت سالت العلاقه في داك 2025 شهر 2 شهر 3. وهذا الشيء اللي كاين. وتحياتي كيعاون ربي. مرحبا. راه قالوا لي الناس بزاف في لي كومونتير بقى دير لنا بحال هذا النوع ديال الفيديوهات فين كتعاود لنا القصص اللي دوزتي هنا في بريطانيا، ولا القصص على اون جينيرال على شي مواضيع، فهمتي. حتى الناس كيعجبوهم يتصنتوا القصص ديال الناس. كيعاون ربي. مرحبا.